بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ تعالوا كده نطلع السطح ونشوف الزرع اللي انا عاملاه في الفخار او الجرادل اللي على السطح. دوت زعتر اخضر طازة جميل والله العظيم. باخد منه في التتبيلة بتاعة الفراخ روعة. وده شبت كنت باخد منه برضو شبت وكزبرة. باقي منه حاجات بسيطة ومعاه بصل. بتبقى حاجة بسيطة بس بيبقى شكلها جميل وبتاخدي منها كده حاجة طازة. صح، هي كميات بسيطة قوي بس هي بتدي ايه كده، نفحة من التفاؤل كده. وده خاص برضو كنت جايباه وزرعته. خلاص النهاردة هناخده للأكل. أنا بحاول أخلعها بس عشان ماسكة التليفون بإيدي التانية فمش متمكنة منها قوي. بس ان شاء الله هجمعه دلوقتي في الطبق وناخده للفطار. شكله جميل قوي وبيبقى طعمه مسكر جدا مع انها صغيرة. وده برضو بصل اهوت ومعاه زرعة زعتر برضو جميلة لسه غرزاها ان هي تبتدي تنبت بقى لها يجي اسبوعين كده. بدأت تخضر اهيت. بناخد البصل بقى برضو مع الخس هناخده برضو للفطار او للسحور. وبستخدم منه في الاكل برضو والله في الطبيخ بيبقى طعمه جميل. بناخد العنق الاخضر وبسيب الجدر بتاع البصلة بيرجع ينتج تاني. ترجع تنبت وتطلع بصلة من اول وجديد. والواحد مش بيكلف لها حاجة، ده هم مجرد جرادل على السطح زي ما انتوا شايفين كده. باخد الورقة الخضراء بالعنق وبسيب بقية الجدر يرجع ينبت من جديد. وده برضو خاص في جردل تاني اهوت معاه البصل اللي انا جمعته اهوت والخس ولسه هجيب الباقي. ده الجردل التاني اهوت. بسم الله ما شاء الله. ده كان الخس الصغير اللي بيجي ويا الخضار، يعني كنت بلاقيه ويا الجرجير ويا الشبت. باخدها وازرعها وبتطلع خصاية. حتى لو عندك جدر خصاية صغير ممكن ان انت تغرزيه في الجردل وبيرجع يطلع معاكي خصاية من اول وجديد. بناخد بقية البصل اللي احنا كنا زارعينه وشوية ويرجع ينبت تاني زي ما احنا قلنا. حاجات بسيطة ومش بتكلفنا حاجة وفي نفس الوقت بتبقى موجودة على السطح شكلها جميل وبتاخدي منها طعم كويس. دوت بقى تنشوكي كانت بنتي جايباهولي ما شاء الله. طلعت كف تاني ورا منها هيت الكف الجديد اللي وراها ده. الزعتر ده روعة بجد بجد، روعة في التتبيلة وطعمه حلو. وبحطه في تتبيلة الفراخ على طول بيبقى جميل جدا وريحته حلوة قوي. وممكن على فكرة واشربه زي الشاي بيبقى طعمه حلو قوي.